القاعدة في التحليل الفني بتقول إن إحنا بندرس مع بعض سلوك المشترين والبائعين لأداة استثمارية معينة عند مناطق سعرية معينة. مثال الذهب، لو أنت شغال على الذهب هتلاقي مثلا الأيام دي عنده نقط مقاومة عند المنطقة اللي من 2650 دولار لغاية 2655، وعنده مناطق دعم عند 2625 أو 2620. فمعنى كده ان قوه البائعين بتكسب عند 2650 ويبتدوا يبيعوا فالسعر بينزل، وقوه المشتريين بتزيد عند 2620 وبيشتروا فالسعر بيطلع. وده اللي بيميز التحليل الفني، في حين ان التحليل الاساسي ما فيهوش الكلام ده. بمعنى ان الاداه الاستثماريه اللي انت بتشتغل عليها التحليل الاساسي بتاعها يختلف عن اي اداه اخرى. مثال التحليل الاساسي لزوج زي اليورو دولار يختلف تماما عن التحليل الاساسي لاسهم البورصه الامريكيه او تحليل اسهم البورصه المصريه زي CIB. اذا فالتحليل الفني